السلام عليكم اعزائي متابعي قناه شيف عمار بوغيث. اسف على التاخير. كان شويه شغل كملت يلا. اليوم وصلتنا مختلفه شويه وغير شكل حلقات البطاطا محشوه بسلطه التبوله. هسه انتم قاعدين تقولون شنو هاي الوصفه، امشي انا خلينا نشوف شنو هاي الوصفه. بس قبل ما نروح لازم تنسون الاشتراك، تفعيل جرس الاشتراك. نجيب بطاطا حسب الكميه اللي راح تسووها طبعا. نقشرها ونقطعها حلقات توصل حجم ونضعها في وعاء كبير ونحط فوقاتها نصف ملعقة طعام ملح وملعقة طعام طحين ونصف ملعقة طعام بيكنج باودر، ونغطي نسكب عليها مي بارد. اكرر مي بارد، ليش؟ حتى تتجانس المواد اللي بطنها. نخليها على صفحة. هسه نجي الى سلطة التبولة. طبعا نجيب برغل ناعم مو خشن، النقعة لمدة ربع ساعة تقريبا، نخليها على صفحة. نجيب طماطة، طبعا طماطة حسب الكمية، الخيار والبصل حسب الكمية. نقطع الطماطة إلى مكعبات ناعمة، ونقطع الخيار أيضا إلى مكعبات ناعمة، ونقطع البصل أيضا إلى مكعبات ناعمة. نخليها على صفحة. هسه نجيب البطاطا نصفيها كل زين من المي اللي بيها هو. نحاول نسويها على شكل حلقات متوسط الحجم ونخليها على صفحة. نجيب طاوة ونحط بطنها زيت، ننتظر الزيت حد ما يغلي. نحط فوقاتها البوتيتا وننتظرها لحد ما تنفخ وتصير حمراء. نشيلها نخليها بمصفاة، ليش؟ حتى تنقص ينزل الزيت. طبعا نرجع حسب البرغل نصفي من المي كله زين، نحطه بوعاء كبير ونخلي فوقات البصل والخيار والطماطم وشوية دبس رمان وشوية ملح شوية فلفل اسود، نخلطه كله زين. نشوفه جاهز نذوقه. ناقصه شيء نخليه بعد غراض، نخليه بعد مواد عفو. بعدين نيجي على البطاطا، هي منفوخة وبعدها حارة نحشيها. طبعا ما خلطناهن. راح نحشي البطاطا بسلطة التبولة. صارت جاهزة هسه، والف عافية عليكم. تقدرون تقدموها هي وحارة هي وباردة بكيفكم. قبل ما نختم الفيديو ما اوصيكم وعيت عليكم لا تنسون الاشتراك وتفعيل جرس الاشتراك وعمل لايك وتعليقكم الحلو والجميل